السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس الابتدائي. طبعا انتوا في قناة هنذاكر سوا مع مستر محمد كرم. النهاردة فيديو جديد ومختلف. النهاردة هراجع كل القواعد النحوية بتاعت الترم التاني الجديدة. يعني ايه يا مستر الجديدة؟ يعني مش هراجع نكرة المعرفة ولا أخوات كان وإن ولا أنواع الخبر والحاجات دي كلها ولا الأسماء الخمسة، الحاجات دي كلها بتاعت الترم أول. ده أنا مخصص الفيديو ده لمراجعة الترم التاني، من اول نصب الفعل المضارع الى الجزم، الافعال الخمسه، كل الحاجات اللي جايه بعد كده. دلوقتي بقى نبدا بالنسبه لنصب الفعل المضارع. احنا هنراجع سوا مع بعض اهم الحاجات اللي فيه او كله يعتبر. ايه هو نصب الفعل المضارع؟ احنا عارفين طبعا ايه ادوات او حروف نصب الفعل المضارع. ان، لن، كي، حتى لام التعليل. ايه هي حروف النصب؟ ان، لن، كي، حتى لام التعليل. ان، لن، كي، حتى لام التعليل. نقول سوا معايا: ان، لن، كي، حتى لام التعليل. هما 5 ادوات بالظبط. طب ايه يا مستر يعني ايه بينصبوا؟ بص يا عم، هو انا لما اجي اقول يلعب الولد الكرة، او ينام الطفل على السرير، او يذاكر التلميذ الدرس، هو يلعب الولد، هو هنا يلعب ده فعل ايه يا مستر؟ ده فعل مضارع. طب الفعل المضارع العادي جدا مفيش اي ولا اي حاجه، بفعل مضارع يا مستر مرفوع عن رفع الضمه. ايه الاسئله السهله دي؟ وفي حاجه اسمها كده؟ لا، بقول بعرفك حاجه. ده الفعل المضارع العادي، كل ده فعل مضارع عادي، كل ده فعل مضارع عادي. طب يا مستر نصب الفعل المضارع، انا قلت لك 5 ادوات، لو جم قبل الفعل المضارع يبقى الفعل المضارع ده منصوب. موضوع سهل اهو. ال5 ادوات دول، ال5 دول لو جم قبل الفعل المضارع، الفعل المضارع ده يبقى فعل مضارع منصوب، والعلامه بتاعته اهي. يبقى ال5 ادوات دي لو جه بعد قبل الفعل المضارع يبقى الفعل المضارع ده ايه؟ فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. نقول كده مع بعض تاني: انا كده الفعل المضارع اللي هو مفيش اي حاجه، ولا فيه واو ونون ولا الف نون ولا ياء ونون ولا اي حاجه، فعل مضارع عادي جدا. يذاكر، يلعب، ينام، يشرب، ياكل، كل الحاجات الطبيعيه بتاعتنا دي. الفعل المضارع ده لو جه قبليه اداه من ادوات النصب، ان ولا لن ولا كي ولا حتى ولا لام التعليل، ده بيتقلب لفعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. لو جه قال لي طلع اداه النصب او حرف النصب، ده اهو اداه النصب. طب تذاكر، هقول تذاكر ايه؟ اهي تذاكر، نكتب سوا اهو. طبعا ما ننساش التشكيل عشان ممكن يجيلك في الامتحان صحح الخطأ النحوي ويجيب لك جملة زي دي ويحط لك على دي فوقيها سكون. اهو معاك اهو، يحط لك تحتها سكون ويقول لك صحح. هشيل السكون ده طبعا عشان بس بقلم رصاص، واحط ايه فوقيها فتحة. هقول تذاكر اهي، هقول فعل مضارع، لازم يكون فعل مضارع، متقوليش امر او ماضي. هقول فعل مضارع، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ده بالنسبة لأن. طب لن، أقول لن ينام الطفل، نفس النظام، فعل مضارع منصوب وخلاص. هي حاجة معروفة، لعبة بسيطة جدا. طب حتى، يقول لك يذاكر، نذاكر حتى ننجح، في أي مشكلة؟ كي. طب ولام التعليل، لام التعليل دي يا حبايبي بقى ايه نظامها؟ لا، بتيجي لسبب، بتيجي ايه لسبب. يعني ايه؟ مش هاجي اقول لينجح التلميذ كده اقول دي لام تعليل، لا يا حبيبي، غلط. لازم اقولها لسبب. يعني ايه؟ هو انت بتاكل ليه؟ عشان تكبر، عشان تشبع. طب انت بتنام ليه؟ عشان تصحى فايق. يبقى انت بتنام عشان سبب. طب انت مثلا بتاكل عشان سبب، عشان انت جعان. طب انا لو قلت يذاكر التلميذ لينجح، انا كده بذاكر ايه؟ عشان التلميذ ينجح. في هنا سبب عشان المذاكره. مش بقول بس اقول حط اللام وخلاص مع الفعل المضارع، لا، لازم لام التعليل لازم تيجي لسبب. مثلا يذهب التلميذ للمدرسه ليه؟ ليطلب العلم، لينال العلم. هو شايفين السبب؟ سببين مع بعض، ده بيحصل عشان ده يذاكر، عشان ده ينجح. يصل التلميذ عشان ده ينال الايه؟ ينال العلم او يطلب العلم. انا مثلا باكل عشان اشبع، عشان جعان. ده عشان مثلا يشاهد تلميذ التلفاز ليه؟ لان اللي يحب ايه؟ التلفاز. اهو بيشاهد عشان حاجه، عشان سبب. طب هنا بقول ايه؟ خليها في المثال ده. يقول لك طبعا يذاكر التلميذ ليتفوق. هو يذاكر ليه؟ عشان يتفوق.
اللام هنا جايه لسبب ومش جايه لسبب؟ جايه لسبب. ليه؟ بيذاكر عشان يتفوق. التفوق دي تعرف ايه؟ هقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب خليكم معايا هنا تاني. هقول يعمل الشاب. الشاب بيعمل ليه؟ ليجمع المال. حلو. يبقى ليه بيعمل الشاب؟ عشان ايه؟ عشان يجمع المال. يبقى في سبب اللي هو ايه؟ عشان يشتغل. هو بيشتغل ليه؟ عشان يجيب فلوس. يبقى ده سبب عشان ايه؟ هو بيشتغل ليه؟ عشان يجيب فلوس. يبقى السبب بتاعه عشان يجمع المال. يبقى دي نفس النظام، دي لام تعليل عشان جايه بسبب. دي اول سبب لازم يكون، اول بمشي كده بالشروط. لام تعليل بتيجي لسبب، هنا جايه لسبب. لازم يكون بعديها فعل مش اسم، يكون بعديها ايه؟ فعل. طبعا يجمع هنا فعل. خلاص يبقى هنا فعل مضارع ايه؟ هقول خلاص من ادوات اهو يجي بعديه فعل، يبقى فعل مضارع منصوب على نصب الفتح. نفس النظام. كملوها انتوا بقى. طب اخش على الجزء اللي بعديه اللي انا عايز اكمله. ايه هو؟ هنا بقول لك الخلاصه. انا بحب اجمع لك كده طبعا عشان انت اخويا الصغير، وانا عايز ايه يا اختي الصغيره؟ انا عايز اجمع لكم كل حاجه ببساطه بدل ما تلفوا وتتوه خلاص بعد الامثله. انا بقول ايه الخلاصه بتاعتها؟ اي فعل مضارع بيجي قبليه اداه نصب، يبقى الفعل المضارع ده يكون ايه؟ منصوب على نصب الفتحه. دي الخلاصه اللي انا بحب اعملها في نهايه اي درس نحوي لطلابي، عشان ايه؟ بلاش يلف وايه ويدوروا كتير. اي فعل مضارع مضارع بيجي قبليه حرف من حروف النصب، أداة من أداة النصب. هيقول لي طب هي أداة ولا حرف يا مستر؟ بص هقول لك حاجة. هو لو جه في الامتحان يقول لك اعرب أن أو لن، هتقول له كلمتين: حرف من حروف النصب أو حرف ينصب الفعل المضارع. شكرا وكان الله سر عليك. شكرا، مش أكتر من كده. أن أو لن أو كي أو حتى علامة التعليل. نفس النظام. تقول حرف من حروف إيه؟ نصب الفعل المضارع. ده إعرابها ليا. أنت مش مطالب بإعراب أكبر من كده غير ما تطلع إعدادي وثانوي. بس كده. خلاص. والفعل المضارع اللي بيجي بعديه بس يكون فعل مضارع مفرد، ولا في واو ونون ولا الف ونون ولا ياء ونون. ده عادي جدا. فعل مضارع طبيعي، فعل مضارع منصوب على نصب الفتحه. ما تنساش تحط الفتحه في اخر الكلمه عشان التصحيح النحوي. ده بالنسبه لنصب الفعل المضارع. حلو قوي كده. طب انا هنخش على مين؟ على جزم الفعل المضارع. انا ماشي معاكم بالتدريج: نصب، بعدين جزم، وبعدين هنخش في حاجه ايه؟ الافعال الخمسه. طب نخش على ايه؟ او سوري، الفعل المضارع الصحيح والمعتل. طب نخش على جزم فعل مضارع. يعني ايه اجزم فعل مضارع؟ يعني اديله بالجزمه. انا بقولها لطلابي كده: جزم الفعل المضارع يعني بدي الفعل المضارع بالجزمه. طب وبعد ما يعمل الجزمه بيطلع له كحكه كده في راسه بتخليه تميزه بايه؟ بالقوره بتاعت توم وجيري. لما جيري كان بيضرب توم على ايه؟ راسه، ويطلع له ايه؟ كحكه دوريه. ده علامه السكون. دي علامه ايه؟ السكون اللي هي الدوريه دي. طب نشوف كده برضه. انا الفعل المضارع بتاعي العادي: يلعب الطفل، يشرب، ياكل. ده فعل مضارع مرفوع رفعه الضمه. في مشكله لحد دلوقتي؟ كل الموضوع شايفه سهل وبسيط. طب ايه يا مستر ادوات الجزم؟ يا عم ادوات الجزم 3: لم، ولام النهايه، ولام الامر. لم ولام النهايه ولام الامر. انا مش هشرح لام النهايه دلوقتي، انا هشرح الحاجتين دول الاول: لام النهايه، لام الامر، ولم. لام النهايه ليها وقتها. بيقول لك يذاكر اهو. انا بقول فعل مضارع جه قبليها لم، يبقى الفعل المضارع ده ايه؟ بيجي يضرب الفعل المضارع على ايه؟ على راسه، يطلع له كحكه في اخر الكلمه. يبقى اقول فعل مضارع مجزوم على جزمه ايه؟ السكون. فلما بقى يا حبايبي بتيجي قبل الفعل المضارع تديله على راسه وتطلع له خلاص كحكه. الكحكه دي بنسميها سكون، بنسميها ايه؟ السكون. والفعل المضارع ده ايه اللي نظامه بيتعرب ازاي؟ يعني نقول فعل مضارع مجزوم عامل جزمه السكون. فعل مضارع مجزوم عامل جزمه ايه؟ السكون. تعالى اكتبها كده معاكم. لو قالك استخرج أداة الجزم، أداة الجزم لما. شكرا. طب يذاكر هتعرب ايه؟ اهي هنا كده: يذاكر. وطبعا منساش السكون. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. شكرا. انا مش عايز اكتر من كده في الاعراب. هو اصلا كده خلاص اعراب كامل 100%. طب نكمل. سيبنا من دي. بيقولك رامي الامر. لما مثلا انت مش عاوز تاكل وبابا يجي يكلمك في البيت تقول له، بيقولك ايه؟ طب كل يا حبيبي. بص بيقول لك لحد دلوقتي ايه؟ بالراحه.
طب يلا يا حبيبي كل، وده ما بيحصلش يعني بس قشطه. طب يقول لك ايه؟ لتاكل الطعام. هنا بقى لما ايه شايفين انا بقول ايه؟ لتاكل الطعام. شايفين نبره صوتي ازاي؟ هنا نبره صوتي واحد متعصب، وواحد هنا مش بيقول لي لا هتاكل ولا لا، هنا بيقول لك انت بيأمرني ان انا هاكل. طب انا مش عايز اشرب ميه، بتشرب الماء. طب اعمل صاحي الصبح مش عايز اروح المدرسه، وايه ماما صاحيه، يلا حبيبي قوم بالراحه كده، يلا حبيبي قوم. طب في الاخر هتقول لك ايه؟ لتذهب الى المدرسه. شايفين النبره؟ لتذهب الى المدرسه. هنا مش بتقول لي خلاص بمزاجي نام يا حبيبي ما تنامش، لا انت ما نمتش انت عارف ايه اللي هيحصل لك بالظبط الصبح. لا هنا بيأمرك، خلاص هي بتأمرك، يلا لتذهب المدرسه، لم امر بتأمرك ان انت تقوم خلاص. فهنا ايه؟ زي يقول تاكل الطعام، لتشرب الماء، لتشاهد. طب ازاي ممكن ما اعرفهاش يا مستر؟ هتلاقيها بالنبر اللي انت بتقراها في القطعه اللي انت ايه. في هنا المره دي مش بطريقه عاديه، بطريقه الامر. لو انت مثلا جايب لك قطعه طويله مثلا، يشاهد محمد التلفاز ويذهب للمدرسه وكل الكلام ده، ليه مثلا ايه؟ وكان يطلب الاب منه امر ما، وفي الاخر يقول له في النهايه لتذهب الى المكان الفلاني، لتذهب الى المدرسه. فايه؟ مش هيقول لك بالطريقه دي، بس انت هتفهمها من طريقه الكلام بتاعت القطعه، اللي هو هنا مفيش بطريقه عاديه، لا انت هتلاقي طريقه الامر. فلم دي هتقول لم ايه؟ امر. وطبعا احنا بتاع ده هننزل ان شاء الله فيديوهات على قطعه نحو ونحلها انا وانتوا سوا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. دي لم امر وتاكل. طب حد يقول لي انت غلطت في ايه هنا يا مستر؟ انت نسيت تحط ايه؟ هقول لكم مين هنا في كحكه وهنا في كحكه، يبقى انا ما حطيتش هنا الكحكه اللي هي السكون. وطبعا كل الافعال دي هتعرف فعل مضارع مجزوم عامل جزمها ايه؟ السكون. ده كله لازم يكون فعل ايه؟ مضارع. ادوات الجزم دي الخلاصه بتاعتها، ادوات الجزم دي الفعل الصحيح الاخر ومعتل الاخر. طب نخش على الجزء ده معايا عشان انا عايز اخلصه. فعل الصحيح الاخر ومعتل الاخر، هو ممكن الفعل ده يكون ماضي او مضارع او امر، ماضي او مضارع او ايه؟ امر. طب يا مستر ازاي افرفه؟ بصوا الفعل ده يعني ايه صحيح الاخر؟ يعني الاخر حروف فيه ما فيهوش ولا الف ولا واو ولا ياء. يعني اخر حروف الفعل ده ما يكونش فيه ولا الف ولا واو ولا ياء ولا الف لينه. زي ما مكتوب كده، هو الفعل اللي ايه في اخره ما فيهوش الف ولا واو ولا ياء ولا ايه؟ الف لينه. طب ايه يا مستر ايه فيها لو كان في اي حرف من الحروف دي؟ هقول له ما يبقاش فعل صحيح، بقى فعل معتل. هو الفعل الصحيح ده يا حبايبي هو ما فيهوش اخره ولا اي حاجه من اللي انا قلتها لكم في دول، ولا الف ولا واو ولا ياء ولا الف لينه. طب الفعل المعتل بيكون فيه اخره الاربع حروف دول، اللي هو الالف او الواو او الياء او الالف لينه. يعني ايه الف لينه؟ هنقول له ارجع للفيديو بتاع الالف لينه هتلاقي شرحه، وهسيبه لك في صندوق الوصف. ده الفعل ايه؟ الصحيح الاخر. طب يعني ايه يا مستر؟ ممكن تديني مثال؟ اقول له عينيا، مش بدل المثال اديك 5 ولا يهمك. كلمة يشاهد، هو ايه ايه الحرف في اخر حرف في الفعل؟ ده الدال. هو الدال في الالف او الواو او الياء او الف لقينا؟ لا، يبقى ده فعل صحيح. يلعب، الباء دي من الحروف اللي انا قلتها اللي هي يكون الف لقينا حروف عله؟ لا، يبقى ده فعل صحيح. مثلا ياكل، ده لام في الحروف اللي انا قلتها؟ لا، يبقى فعل صحيح. يذاكر، ده في الحروف اللي انا قلتها؟ لا، يبقى فعل صحيح. ينام في الحروف اللي انا قلتها؟ لا، يبقى فعل صحيح. ده اسهل استخراج يجي لك في القطع. استخرج الف يستخرج فعل صحيح الاخر فعل معتل الاخر. طب ايه هو الفعل المعتل الاخر؟ ده اللي في اخره اربع حروف دي، يعني حرف من الحروف دي، يعني الف او واو او ياء او الف لينه. يعني كلمه يرمي اخرها ايه؟ خلينا نغير اللون كده عشان ايه. يرمي اخرها ايه؟ يه، يبقى فعل ايه؟ معتل الاخر. ينمو اخرها واو، يبقى فعل معتل الاخر. يرى، ده ايه؟ ده الف لينه، فعل ايه؟ معتل. يسعى فعل معتل الف لين. يحيى برضه الف لين. طب كلمة ينشأ او يلجأ ده يبقى فعل ايه؟ صحيح ولا معتل؟ عايز اسمع، بس محاول اسمعك وكده. في ناس بتقول معتل، في ناس بتقول ممكن يكون صحيح. طب الناس اللي بتقول معتل ده يقول مثلا عشان انت قلت الف حلو قوي. طب انا قلت الف بس ما قلتش همزة. لو انتوا خدتوا بالكم هنا كده في الجزء ده، هنا معمول ايه؟ في همزه هنا، مش عارف هي باينه عندكم ولا لا، بس هحاول اعمل زوم كده اشوف تنفع ولا لا. اهي هنا كده، شايفين الهمزه؟
في هنا همزة، انا قلت الف مش همزة. انا قلت ايه؟ الف مش همزة، والالف تكون اخر الكلمة. هنا دي اسمها همزة، الالف عليها همزة، انا عايز الالف تكون لوحدها مش عليها الهمزة دي. هنا اقول هنا فعل ايه؟ فعل معتل للاخر. بس طالما فوقيها همزة يبقى مش فعل معتل، يبقى فعل ايه؟ بقى فعل صحيح الاخر. حلو، المعلومة دي الملحوظة دي خلي بالنا منها. الهمزة ليست من حروف العلة، الألف من حروف العلة. يعني الكلمة دي لو مكانش فيها همزة يبقى إيه؟ يبقى حرف من حروف العلة. بس لما يكون فوقيها همزة يبقى ده حرف فعل إيه؟ فعل صحيح. حلو. أعيدها ولا لأ؟ ممكن أعيدها حوالي 10 ثواني بالظبط. الفعل لو كان آخره ألف يبقى ده فعل معتل، طب الفعل لو كان آخره همزة يبقى فعل صحيح. بس كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. نكمل. ناخد مثال، أمثلة بتستخرج فعل صحيح وفعل إيه؟ معتل الآخر. هحل معاكم أنا الجزء ده، وممكن اسيب لكم اعمل لكم تدريبات فيديو تاني ان احنا نحلها كلها سوا. كلمة ياركي ده اخره ايه؟ ده اخره ايه يا مستر؟ يبقى فعل ايه؟ صحيح ولا معتل؟ معتل. حلو. يشاهد صحيح. طب كلمة يلعبون، طب ايه يا مستر انت اديتنيش مثال على دي. طب بص بقى، شايفين كده الجزء ده؟ ازاي افهم ده فعل صحيح ولا معتل؟ ده اخره نون يبقى فعل صحيح. لا ما بتحسبش كده، انا رئيس سويس ما بتحسبش كده يا صاحبي. لا، يلعبون دي انا لازم اشيل اول حروف الزياده. ايه الحروف الزياده؟ الواو والنون دي حروف زياده، انا مش عايز الجمع، انا عايز المفرد بتاع الفعل. يلعبون ده الكلمه بتاعته يلعب، اخر هنا بقى واو ولا واو ولا الف ولا ياء؟ لا، يبقى هنا فعل صحيح. الحته دي راجعها تاني. الفعل زي يرميان يلعبان يقضيان، كل الافعال دي اخرها الف ونون. طب انا المفروض اصل الكلمه يقضيان دي اخرها ايه؟ يقضي. ايه ده؟ يعني كده بقت فعل معتل؟ ايوه اصلا هي فعل معتل. انت لازم تشيل اول حروف الزياده اللي عندك بتاعت الالف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه، وبعد كده تبدا بقى تشوف الفعل نفسه. يرميان دي اخرها ايه؟ اخرها الف ونون. حلو. الف ونون دي ده كده في الف سنين، لازم اشيلها هي والنون. يبقى في كلمه اصلها ايه؟ يرمي، زي الكلمه دي يرميان. هشيل ايه؟ هشيل الالف والنون، يبقى كلمه اصلها ايه؟ يرمي. بقت فعل ايه؟ فعل معتل. لو حد غيرك بتاع ده لا ما شافش، لا انا اقول انا هحط النون على الالف والنون ده عادي في الكلمه، يبقى اقول له فعل صحيح، اقول له لا ده غلط. ينمو اخره واو يبقى ده فعل معتل. يكافئ، شايفين اهي الهمزه، هي فعل ايه؟ ده فعل صحيح. يذاكر ده فعل صحيح برضه. ده في الفعل الصحيح وفعل ايه؟ المعتل. ايه دلوقتي اللي معانا ايه؟ خلاص احنا خلصنا الفعل، خلصنا النصب والجزم وفعل صحيح والمعتل. معانا في افعال ايه؟ الخمسه. ايه هي الافعال الخمسه؟ هي الافعال اللي بتنتهي بواو ونون او الف ونون او ياء ونون. يعني ايه هي الافعال الخمسه؟ دي الافعال اللي بتنتهي بواو ونون وياء ونون والف ونون. طب يا مستر كده ده تلاته بس، فين يعني ايه المفروض افعال خمسه؟ هقول لك حاجه، افعال خمسه ليه سموها افعال خمسه؟ عشان نزود عليها حاجتين. بدل مثلا يقولوا يلعبون اقول تلعبون، بدل يشربون اقول تشربون، فاحط لها التاء بس مش اكتر. ده بس اللي ايه، عشان كده سموها افعال خمسه. عشان انا ممكن اجيب من ياكلون او يشربان او يشربان او احطها يبقى تاكلون او تشربان بس. هو ده بس السبب اللي خلاها تسمى افعال خمسه. بس انا افعال خمسه بتنتهي بواو ونون، الف ونون وياء ونون. حلو. طب واو او نون دي بسميها الواو دي اسمها واو ايه؟ واو الجماعه. طب والالف والنون اسمها ايه؟ الف الاثنين. طب والياء والنون اسمها ايه؟ ياء المخاطبه. يبقى الف والنون دي اسمها الف ايه؟ الاثنين. واو والنون اسمها واو الجماعه، والياء والنون اسمها ياء ايه؟ المخاطبه. حلو. يبقى افعال خمسه بيكون اخرها واو ونون، الف اثنين، ياء إيه؟ المخاطبه. طب ازاي؟ الواو والنون بتيجي في حاله الجمع. يعني اقول ايه؟ الاطفال يلعبون الكره. الاطفال عشان جمع لازم يبقى جمع، مش هقول يا الاطفال يلعب الكره. تمام. فاقول الاطفال يلعبون الكره، فده جه جمع وده عشان جمع. حلو. طب يلعبون هنا هتقرب ايه؟ قال لي الافعال الخمسه دي لما طالما ضفت فيها واو ونون ليها طريقه اعراب مختلفه. طريقه اعراب ايه؟ مختلفه. بقى اقلبها ازاي؟ اقول ده فعل من الافعال الخمسه مرفوعه وعلامه رفعها ثبوت النون.
يعني افعال خمسه يا مستر ليها اعراب مختلف، ليها اعراب مختلف خالص غير الفعل المفرد والحاجات دي كلها. الافعال الخمسه بتنتهي بواو ونون، الف ونياء ونون، بترفع وعلامه رفعه ايه ثبوت النون، وطبعا انت عارف الكلام ده عشان احنا بنراجع. طب اقول التلميذان يذاكران الدرس، التلميذان ده مثنى، يبقى طبيعي يجي معاها الفعل ايه؟ يكون ايه؟ مثنى. يبقى دي اسمها الف ايه؟ الاثنين. هقول برضو نفس النظام، ده فعل من الافعال الخمسه مرفوع علامه رفعه ايه؟ ثبوت النون. بس. طب يا مستر هو فين الفاعل؟ اقول له السؤال ده ذكي. الواو الجماعه او الف الاثنين ده الفاعل، عشان لو جه عايز ايه اقول فين الفاعل، اقول الفاعل ضمير، الفاعل الف الاثنين ضمير، والفاعل الف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى انا كده لو من اللي سأل سؤال سأل فين مستر الفاعل ده ذكي. ايه هو الفاعل؟ فين الفاعل عندي؟ واو جماعة والف الاثنين ده الفاعل، وهقول هو الفاعل الف الاثنين، الف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وواو الجماعة نفس النظام، ويبقى المخاطبة نفس النظام. حلو. طب نخش ونكمل مع بعض. فاطمة تشربين اللبن. فاطمة يعني ايه؟ بيتكلم هنا بنت بتتكلم، انتي تشربين اللبن. بقى ممكن احطها علياء تشربين اللبن، امنية تشربين اللبن، تأكلين. فهي بيجي قبلها ايه؟ بنت. بتيجي قبلها ايه؟ بنت. ممكن بقول بدل ما اقول بنت اقول انتي تشربين اللبن. فالياء دي اسمها ياء المخاطبة اللي هي بتتكلم بيها، ياء ايه؟ المخاطبة. فالفعل ده برضه هيقول فعل ايه؟ فعل من الافعال الخمسة مرفوع عند رفع ثبوت النون. طب وفين برضه يا مستر الفعل؟ اقول ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ده تلخيص بسيط جدا للافعال الخمسه. يعني مثلا الافعال الخمسه سهله كده الدرجه دي؟ سهله جدا. الافعال الخمسه دي يا حبايبي بيكون اخرها واو ونون، الف ونون، ياء ايه؟ ياء ونون. لو بتاع ده يخلص من الحاجات دي بقول الفعل ده اسمه، بقول فعل اعرابه فعل من الافعال الخمسه مرفوع علامه رفعه مظبوط النون. بس كده. ده بالنسبه لي ده الافعال الخمسه. طب لو سالني على الفعل واو جماعه او الف الاثنين او هي المخاطبه، اقول فعل، الفعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. شكرا. دي الافعال ايه؟ الخمسه. وهنا طبعا هنكمل في جزء معايا كده. طبعا ده تلخيص اللي انا قلت لكم، بيقول مرفوع على رفع ثبوت النون. قبل ما اقلب الورقه دي، هنا الافعال الخمسه وهي في حاله ايه؟ الرفع. في حاله ايه؟ الرفع. هو مش الفعل العادي اللي هو كان يلعب ويذاكر كده، ده فعل كان مفرد مش فعل مفعال خمسه. مش كان بيتنسب بالفتحة وبيترفع بالضمة وبيتجزم بالسكون العادي جدا اللي هو صحيح الآخر، صح؟ طب يا دلوقتي لو الأفعال الخمسة دخل عليها أداة نصب أو أداة جزم، احنا خلاص عرفنا إن هي بترفع بثبوت النون. طب لو دخل على الأفعال الخمسة أداة نصب أو أداة جزم، إيه اللي هيحصل؟ نفتكر ولا نخش على طول؟ طب يلا نخش على طول. يلا نركز معايا. اوبا. هعمل لكم زوم على الجزء اللي انا عايزه عشان ايه مش واضحه قدامي قوي في الكاميرا. يا رب يكون كده واضحه لكم. لو دخل عليها بقى اداه نصب او جزم، ايه اللي هيحصل؟ نصب الفعل، ننصب الافعال الخمسه. مش هي كانت اخرها واو ونون؟ الواو والنون دي لما يخش عليها اداه نصب النون بتتحذف. النون بتتحذف. ايه مثلا بتقولوا ده؟ والله الموضوع سهل. افعال خمسه ودخل عليها اداه من ادوات النصب، هقول الفعل المضارع ده بيتنسب بحذف النون، النون بتتحذف. النون ايه؟ بتتحذف. ملناش دعوه بالجزم دلوقتي. طب ايه ليه ماليش دعوه؟ طب المره الاتنين داخلين جوه بعض، نصب وجزم، النون بتتحذف. هل لسه اعمل موال من ده وموال من ده؟ لا، من غير موال ولا حاجه حبايبي. يبقى فاعل خمسه ودخل عليها ادوات نصب، يبقى فعل مضارع ده ايه؟ منصوب بحذف النون. طب ناخد مثال على النصب اهو. الاطفال لن يلعبوا الكره. هو لن دي من ادوات ايه؟ ادوات نصب الفعل المضارع. ادوات نصب الفعل ايه؟ المضارع. طب تيجي نبص كده مع بعض، هوريك بس مفيش فرق. انا هنا كنت بقول لك ايه؟ لن ينام الطفل، بس هنا الفعل كان مفرد صح؟ طب لو نخش هنا هقول لن يلعبوا، هنا بس ايه؟ المفروض كان اسمها يلعبون،
وهنا يلعب المفرد بتاعي. يلعبون ده مش انا قلت الاخر واو ونون، يبقى بتاع ده فعل من الافعال الخمسه. حلو. اداه النصب لما تخش على الفعل المفرد زي ما تخش يا حبايبي على الفعل من الافعال الخمسه؟ لا. قال لي هنا الاداه النصب بتحذف النون. بتحذف ايه؟ النون، وبتسيب مكانها الف. بتحذف النون تسيب مكانها ايه؟ الف. ممكن اقول التلميذان لن يذاكر، لن يذاكر الدرس. هو لازم لن يا مستر؟ لا، اقول له ممكن اي اداه يا حبيبي، مش انا اللي اقول لك. اي اداه هتخش بتاع ده وتلاقي الفعل بتاع ده اخره الف بالمنظر ده، او او جاي بالطريقه يذاكرها. ممكن اقول الفتاه لن تلعبي، وهتشيل الايه؟ ان هو يكون متشاله. خلي بالك فيها المخاطبه برضه هيتبقى ليه بس. تمام. ده في الافعال ايه الخمسه لما تخش على اداه نصب. لما تخش على اداه نصب الفعل المضارع اداه النون بتتحذف حط مكانها الف. طب يا مستر لو الذاكره، الذاكره هتبقى كده يا حبيبي بالمنظر ده. لو انا هخليها بدل مش المفروض اخرها الف ونون هتبقى يذاكر كده بالمنظر ده، والنون اتحذفت. حلو. طب يا مستر تلعبين اهو تل عبي ونون محذوفه. حلو. يبقى ده خلاص اعرابه ازاي يا مستر؟ اقول فعل من فعل من الافعال الخمسه منصوب عشان دخل عليه نصب بحذف ايه؟ بحذف النون. طب والجزم يا مستر لما تخش على الافعال الخمسه ايه اللي بيحصل؟ نفس الموضوع. افعال الخمسه ودخل عليها ادوات جزم يا حبيبي برضه بتحذف النون. ايه ده؟ هو نصب والجزم هو نفس الحاجه؟ اه والله العظيم نصب والجزم نفس الحاجه. اقرب كده شويه عشان اوريكم. يقولك ايه هو؟ طبعا احنا عارفين لم، بس انا المره دي بقى هشرح ليه. هخش، مش انا قلت لكم ادوات الجزم لم ولن نهيه ولم الامر؟ قلت لكم لم نهيه سيبوها عشان ليها وقت، ليها تشرح بعدين. وقتها جه ولازم يتشرح. بس هو مثال دلوقتي الاطفال لم يذاكروا، النون اتحذفت حط مكانها الف. خلاص هقول هنا اعربه ازاي اهو، والله اعربه معاك اهو. فعل من الافعال الخمسه مجزومه وعلامه الجزم حذف النون. محدش يقول السكون. ها؟ علامة الجزم حذف ايه؟ النون. طب نخش على ايه؟ النافية ولا النهية. ايه ده؟ هو مستر هو ليها نوعين نافية ونهية؟ اقول له اه والله العظيم. يعني ايه يا مستر لا نافية ويعني ايه لا نهية؟ لا نهية دي انت قلتها في الجزم وما شرحتهاش، قلت ليها وقتها. هي مهمة اوي كده او فيها تفكير للدرجات دي؟ اه ليها تفكير. ازاي؟ لا النافية دي يا حبايبي لما مثلا حد بيسأل ماما او بابا محمد بيلعب في الحديقة؟ لا يلعب محمد في الحديقة. يعني هنا بينفي ان محمد اصلا بيلعب في ايه؟ في الحديقة. يعني هنا بنفي ان محمد اصلا بيلعب. محمد بيلعبش في الحديقة. ايه ده بيلعب؟ طب محمد ما بيعرفش الحديقة شكلها ايه اصلا. يعني انا هنا بنفي الحاجة دي عن الشخص. هو محمد ياكل طعام؟ لا ياكل محمد الطعام. يعني اصلا بنفي ان محمد هنا بياكل الطعام. لا محمد ما بياكلش طعام هنا اصلا. يعني هنا محمد ما بيعملش الحاجة. لان في بيبعد الحاجة دي عن الشخص خالص. هو ما بيعملش الحاجة دي نهائي. ما بيعملش الحاجة دي نهائي. دي لن نافية. لن نافية يعني معناها مش بيعمل حاجة خالص. لا يشرب الماء، هو هنا اصلا ما بيشربش المية. لا يلعب، لا مثلا لا ينزل الشارع. هو ما بيعملش الحاجة دي. لن نافية ما بيعملش الحاجة اصلا. زي ما بيقولك ايه هو، بس ده لسه مثال قايلينه. لو ياكل محمد الطعام، محمد ما بياكلش اصلا الطعام. يبقى دي لن نافيه. تعمل يا مستر تعيد فيها كتير ليه؟ هقول له ليه؟ عشان لما نخش لن هي هيدخلك الاتنين هيعمل لك ايرور في دماغك، فانا هضطر ارجع اصلحه لك تاني. طب خش على لن هي يا مستر بتاعت الجزم عشان دي الاهم. اقول له والله الاتنين مهمين عشان انت ممكن يجيلك في الامتحان كلمه وقبلها ليه ويقول لك هيربها. لان فيها يا حبايبي الفعل بيجي بعديها مرفوع. بيجي بعديها ايه؟ مرفوع. اقول فعل مضارع مرفوع بالضمه، دي لن نافيه. طب لن هي يا مستر دي ادوات جزم فيها مضارع مجزوم بالسكون. طب يا مستر طب ازاي افرق؟ هقول لك دلوقتي. لن نافيه دي لن هي ايه اللي بيحصل فيها؟ انا دلوقتي بتكلم على لن هي. الشخص بيعمل الحاجه بس والده بيحذره. يعني مثلا محمد بيلعب هيقول لا تلعب في الحديقه. يعني لن هي بتيجي معنى اوعى، اوعى تلعب في الحديقه. يعني هنا هو بيلعب اصلا ما بيلعبش، لا هو بيلعب
بس هو بيحذره ما يلعبش. يعني ايه يا مستر؟ فهمني معلش افهمك. يعني محمد بيعمل الحاجه دي، فهو بيحذره اللي هو ما يعملهاش. حلو. يعني هنا الشخص اصلا بيعمل الحاجه، بس هو بيحذره عشان ايه؟ ما يعملهاش. في لان في اصلا الشخص ما كانش بيعمل الحاجه دي نهائي. يعني مثلا ايه؟ لا تاكل مثلا، لا تاكل الشوكولاته او الشوكولاته. هنا بيعمل ايه؟ هنا بيحذره اللي هو ما ياكلش الشوكولاته. يعني هنا كده معاه كمان اللي هو كان بياكلها ولا مش بياكلها. هو كان بياكلها بس هو بيحذره اللي هو ما ياكلهاش. حلو. يعني هنا بيحذره اللي هو ما ياكلهاش، اللي هو كان بياكلها بس بيحذره اللي هو ما ياكلهاش. طب لا تشرب اللبن. في المثال هنا لا تشرب اللبن، هو معناه اللي هو كان بيشرب اللبن الاول ولا ما بيشربش؟ يا رب حد يرد عليا. صح صح، برافو، اسمع زي ما بتقولوا كده. لا تشرب اللبن. هو هنا معناه اللي هو كان بيشرب اللبن بس هو بيحذره اللي هو ايه؟ ما يشربوش. هيقول لي طب يا مستر ايه اللي هفرق؟ هقول لك يا حبيبي شيل الذي وحط مكانها اوعى. لو مشيت الجمله معاك تبقى انت صح. اوعى تشرب اللبن. مشيت ولا مشيتش؟ مشيت. لا تاكل مثلا ايه؟ لا تاكل المقرمشات. هو هنا معناه اللي هو كان بياكلها ما بياكلهاش؟ كان بياكلها. هنا بيحذره هو ايه؟ ما ياكلهاش. اوعى تاكل المقرمشات، اوعى تعمل كذا. حلو. يبقى انا هنا ايه؟ في لان هي انا بحطها بمعنى اوعى تعمل كذا، اوعى تعمل ايه؟ كذا. حلو. طب لان فيا مثلا اقول له ايه؟ طب مثلا ما تديني جملتين في نفس الوقت. حاضر، هديك نفس جملتين في وقت واحد. لا ياكل محمد الطعام. لا تاكل يا محمد الطعام. انا جبتها كده عشان سياق الجمله تمشي مع بعض. انا ممكن اقول لا ياكل ولا تاكل، واوريك ازاي من غير اقول. لو انا عايز كده اقول لا ياكل، بس انا عايز اجيب شخص معايا. لا ياكل محمد الطعام. هو هنا محمد اصلا كان بياكل ولا ما بياكلش؟ لا ياكل. انا بقول لا ياكل محمد. الشخص هنا ما بياكلش نهائي، يعني هو ما كانش بيعمل الحاجه. بس لما بقول لك لا تاكل الطعام، هنا معناها ايه؟ وحط اوعى في الاثنين وشوف. لا تاكل الطعام هنا معناها كان بياكل وهنا بيحذره هو ما ياكلهاش. طب يا مستر برضه ما اتلخبط، ما اقول له طب ما تحط اوعى في الاثنين. يا عم مشيت تمام. اوعى ياكل محمد الطعام. ايه اوعى ياكل محمد الطعام؟ اوعى تاكل الطعام. هنا مشيت. لا ياكل محمد. اوعى ياكل محمد الطعام. ايه اوعى ياكل؟ او انا بخبي منه الاكل؟ لا، انا هنا جاي بنفي، مش بقول بخبي منه الاكل. بس هنا لا تاكل الطعام، شيلها كده. اوعى تاكل يا محمد الطعام. هنا مشيت. يبقى هنا لا نافيه لا نهيه، وهنا لا ايه؟ نافيه. وهديك ان شاء الله امثله عليها عشان تفهمها اكتر في المراجعات الجايه. على النافيه ولا النهايه. هعمل لك صفحه كامله على النافيه ولا ايه؟ النهايه. انا عارف الموضوع صعب فيه شويه وعايز ايه؟ مش من اول مره تعرفه. حلو. يبقى لا النافيه ولا النهايه. لا النافيه بينفي الحاجه دي عن الشخص اللي هو ما بيعملهاش. لا النهايه هو بيعملها بس انا بحذره اللي هو ما يعملهاش. وبتيجي بمعنى ايه يا حبايبي؟ بمعنى اوعى. حلو. كده انا خلصت المراجعات اللي عندي. في حاجه انا عارف ان لسه ما شرحتهاش، ولسه مش ناوي اشرحها في الفيديو ده. هشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي هو بتاع الجزم فعل مضارع حذف حرف العله. يعني ايه؟ اقول لك ولا تاخد في بالك. في بقى حبه تريكات عشان انا ما بحبش اسيبك من غير تريكات وحركات في ايه؟ في الحاجات دي عشان تبقى كده قفلت كل حاجه. ادوات النصب. لو لقيت كلمه اسمها الله، هعرفها ازاي؟ الله دي يا حبيبي عباره عن ان زائد لا نافيه. ان زائد لا ايه؟ نافيه. لما يجي بعديها اللي يجي قبلها فعل، لما تيجي قبل الفعل المضارع يبقى الفعل المضارع يكون ايه؟ منصوب. حلو. الا دي زي بيساوي ان ليه، واللي بيجي بعديها بيجي بعديها فعل، ده فعل يعرب ايه؟ فعل مضارع منصوب. حسب بقى لو كان افعال خمسه ولا كان مفرد. ما افعال خمسه يبقى منصوب حذف النون، لو مفرد يبقى فعل مضارع منصوب بايه؟ بالفتحه. وحبه تركات على ايه؟ لام التعليل. لام التعليل احنا قلنا اول حاجه بتيجي ايه؟ لسبب، وبتيجي بعديها ايه؟ فعل. طب لو جه بعديها اسم، اوبا، كنت قايلها تقريبا ورا. لو جه بعديها اسم تبقى ايه؟ يبقى دي اسمها لام حرف الجر. لام حرف ايه؟ الجر. لازم نخلي بالنا كويس. اللي قال لازم يجي بعديها، اللي يجي بعديها لو جه بعديها اسم يبقى من اخوات ان، بس لازم يجي بعديها ايه؟ فعل. وخلي بالكوا
انا مستمر بحاجه ما اعرفش تاخدوا بالكم منها ولا لا، اللي النون بيبقى عليها عليها سكون، عليها ايه؟ سكون. طب ليه حاطط عليها سكون؟ عشان اخوات ان او اخوات ان بيجي ان بالمنظر ده او ان بالمنظر ده ليها في شده وكسره او شده وفتحه، هنا عليها سكون. دي برضو حاجه مميزه في ايه، في ادوات نصب ايه الفعل المضارع في ان. ثانيا بقى عندي حالتين، اللي هو بتاعت اللام التعليل لو دخلت على فعل، واللام لو دخلت على اسم. طب انا افهم ازاي؟ يذاكر محمد ليحقق النجاح. طب يذاكر محمد لتحقيق النجاح. يذاكر محمد ليحقق النجاح. اول حاجه بيذاكر ليه؟ عشان يحقق النجاح، يعني هي جات لها السبب صح. جه بعديها فعل، بتاع فعل مضارع ايه؟ منصوب. طب يا مستر ايه يذاكر محمد لتحقيق النجاح؟ ما هي برضو جايه لسبب، وده فعل مضارع برضو ايه؟ منصوب. لا، خلي بالك بقى من الحته دي. هو اول هنا تحقيق هنا اسم ولا فعل؟ او يحقق هنا اسم ولا فعل؟ بصوا يا حبايبي، عشان اعرف افرق بين الاسم والفعل بحط له الف لام في الاول الكلمه. بحط له الف لام في اول ايه الكلمه. ما بقولش ايه يعني مثلا هنشيل اللام بتاعت التعليل عادي وامشي بكلمه يحقق. يحقق وتحقيق. يحقق وايه وتحقيق، واحط لهم هما الاثنين الف لام. معلش عشان انا بكتب وانا قدام الكاميرا فمش عارف اكتب كويس. الف لام زائد الاثنين، ايه اللي هيمشي فيها الالف واللام؟ يبقى اسم. يبقى ايه؟ اسم. طب لو مش ماشي معاهم الف واللام يكون فعل. لو مش ماشي معاهم الف واللام تبقى ايه؟ فعل. طب تيجي نقرا كده مع بعض. يحقق، قال يحقق. في حاجه اسمها قال يحقق؟ في حاجه اسمها قال يحقق؟ لا، مفيش حاجه اسمها قال يحقق يا حبايبي. فدي ايه؟ فعل. طب قال تحقيق مشيت ولا مشيتش؟ قال تحقيق لا مشيت يا مستر. يبقى ده ايه؟ اسمي. عشان كده افرق بين الالف فرق بين الاسم والفعل عشان ما اتلخبطش كتير. بحط له الف لام في اول الكلمه. مشيت يبقى اسم، ما مشيش يبقى ايه؟ فعل. طب ارجع هنا تاني. طب قال تحقيق، يبقى اللام دي هنا مش لام تعليل، دي لام جر. لام حرف ايه؟ جر. ولو اللام دخل على الاسم حرف جر يبقى هنا تحقيق اسم مجرور عامل جره ايه؟ الكسره. يبقى هنا اسم مجرور، طبعا مجرور باللام وعلامه جره الكسره، بس انا عشان وقت الفيديو اسم مجرور علامه جره الكسره. طب وهنا يحقق اقول هنا فعل مضارع منصوب، عشان هنا لام تعليل وده فعل، يبقى فعل مضارع منصوب بايه؟ بالفتحه. وبس كده خلصت النهارده فيديو النهارده. راجعنا تقريبا حاجات كتير جدا. يا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم تشوفوا اللايك وسبسكرايب وتعملوا فولو للقناه. ويا رب قولوا لي اي حاجه عايزينها جديد في جديد. ما تنسوش طبعا كنت مع قناه هنذاكر سوا مع مستر محمد كرم، وبالتوفيق ونجاح يا رب. وشدوا حيلكم، خلاص الامتحانات ما فضلش عليها غير اسبوعين باذن الله. امتحانكم 8/5 باذن الله. الامتحان يجي سهل ويجي، مش هيجي ان شاء الله بالنسبه للنحو، مش هيجي بره الحاجات دي. لسه طبعا هعمل لكم مراجعه الاولى اللي هي عن الحاجات القديمه، وان شاء الله الفيديوهين تمسكهم مع بعض. بس طبعا امسك الفيديو ده الاول، فرزه كل حاجه وابدا حل من الكتاب اللي معاك، سواء اي كتاب سلاح تلميذ او الاضواء، وابعت لي. واي حاجه عايز تتشرح من اي دروس في سنه 6 قول لي، وانا على طول ايه اعمل لكم فيديوهات بيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.